افترض معايا ان زائر دخل موقعك او تطبيقك وعجبه منتج او خدمه من اللي انت بتقدمه، واثناء اتمام عمليه الشراء ظهر له خطا برمجي او خطا بالنظام. بالتاكيد مش هيكمل عمليه الشراء، بل وممكن انه يحكم على البراند بتاعك بالكامل انه براند فاشل. انا محمود نبيل، والنهارده هنتكلم عن اختبارات الجوده وليه هي مهمه جدا لموقعك او تطبيقك قبل الاطلاق او اثناء التشغيل. واحدة من أهم مراحل تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت والتطبيقات هي اختبارات الجودة، والمفروض قبل ما شركة البرمجيات تسلمك الموقع أو التطبيق بتاعك تقوم بعمل عدة اختبارات للجودة، وده بيكون من خلال فريق داخل شركة البرمجيات اسمهم الكيو سي أو التسترز. الفريق ده كل دوره إنه يختبر النظام بالكامل ويطلع تقرير عن الأخطاء اللي فيه. التقرير ده بيروح للمبرمجين بيحلوا المشاكل اللي فيه وبيرجع تاني للاختبار النهائي من فريق الجودة، وفي الاخر فريق الجوده بيعتمد ان النظام جاهز للاطلاق والتشغيل. ودلوقتي هقول لك على اهم اختبارات الجوده اللي معظم شركات البرمجيات بتعملها قبل الاطلاق واثناء التشغيل. اول اختبار معانا هو اختبار الصور والنصوص على الموقع. عاده شركات البرمجيات قبل تسليم المشروع بتضيف نصوص وصور وهميه، والنصوص الوهميه دي زي لوريم ابسوم، وده نص بنستخدمه لملء حيز من التصميم بحيث ان احنا نستنى لما النص الفعلي يجي ونبدله مكانه. فلازم تتاكد من موقعك ان كل النصوص اللي فيه تمثل النشاط التجاري بتاعك. النقطه الثانيه موضوع الصور، لازم تتاكد ان هي بجوده عاليه وحجمها صغير ومناسبه للمكان اللي هي معروضه فيه. تاني اختبار معانا هو اختبار سرعه الموقع او التطبيق، وفي الاختبار ده بنتاكد من سرعه استجابه الموقع او التطبيق في الظروف المختلفه. الاختبار اللي بعد كده هو اختبار توافق الشاشات المختلفه او ريسبونسيف ديزاين، وهنا بنتاكد ان الموقع او التطبيق بتاعنا بيتعرض بشكل سليم على الشاشات المختلفه، بدءا من شاشه الموبايل مرورا بشاشه التابلت حتى الوصول الى الديسكتوب والشاشات الكبيره. رابع اختبار معانا هو اختبار عمليات النظام، وده يعتبر من اهم اختبارات الجوده، والاختبار ده بيتم فيه اختبار كل الخصائص والعمليات اللي تم تنفيذها في النظام والتاكد من انها تعمل بشكل سليم مترابطه مع بعضها تؤدي النتيجه المطلوبه منها. اخر مجموعه من الاختبارات معانا هي اختبارات الاختراق او السايبر سيكيورتي، ودي مجموعه من الاختبارات هدفها اننا نتاكد ان الموقع بتاعنا او التطبيق امن لاقصى درجه ممكنه. وفي النوع ده من الاختبارات بيتم محاكاه اختراق الموقع او التطبيق بتاعنا، ومن ثم بنطلع ثغرات ويقوم المبرمجين بسد هذه الثغرات والتاكد من وصول الموقع او التطبيق بتاعنا لاعلى نسبه امان ممكنه. كل الاختبارات دي بتخليك تستلم موقعك او تطبيقك سليم وشغال باقصى كفاءه ممكنه. لكن هل ده معناه ان الموقع او التطبيق مش هيحصل فيه مشاكل بعد التشغيل؟ قطعا لا. طبيعي ان يحصل اخطاء برمجيه ومشاكل بعد التشغيل، وعشان كده دايما باكد انك لازم يكون عندك عقد دعم فني على الاقل للسنه الاولى للتشغيل، لان معظم الاخطاء بتظهر في الفتره دي. لو عجبك الفيديو او مهتم بالمحتوى التقني تابعنا واتفرج على الفيديوهات اللي عملناها قبل كده، ولو عندك اي سؤال او موضوع حابب نتكلم فيه اكتب لنا في التعليقات.